كيف عاش اللاعبين وأنت كيف عشت هذه الخسارة، خصوصا أنه كان هناك أمل على الأقل التعادل أو الفوز على بلجيكا، لكن كانت خسارة. هذه الخسارة كيف أنتم احكي لنا على الكواليس يعني بعد هذه الهزيمة؟ لا بالطبع المقابلة الأولى كانت لنا إحباط نوعا ما، ولكن كما تكلمنا مع اللاعبين، كما كان هو الحوار الدائر في المجموعة، بأنه مقابلة مهمة ولكن لم تكن حاسمة. ما هي المقابلة الحاسمة؟ ما زال معنا مقابلتين، ولازم نآمنوا في قدراتنا، وباللي ما زال كاين الأمل قائم. وهذا ما كان كما نقول لك الفريق ككل، ردة الفعل تاعو كانت إيجابية لهذا الديسكور هذايا، والحمد لله ردة الفعل كانت. هناك البعض من يقول أن المنتخب الجزائري كان قادر على الفوز على بلجيكا، وأن المشكل يكمن في الخطة التي انتهجها وحيد حلولزيت، وهي خطة دفاعية ربما عكس الهجوم. نقول بلي صادفنا فريق لا بأس به، كان له دور، حتى هو كان حضر المقابلة، ومع الأخير فاز بها. ونقول بلي ما فيها حتى علاقة مع الخطة أو الإرادة كانت هنا. نظن أن الأمر، أنا نقول بلي الحظ ما سعفناش في المقابلة الأولى، وخاصة نقص الخبرة تاع اللاعبين هي اللي خلات بلجيكا تعود في المقابلة وتفوز بها. هناك أيضا من انتقد الدفاع، قال عدم وجود تجانس بين حليش وبوغرا رغم أنه لعبوا لفترة طويلة بينهما. ما كان صحيح، ما كانش منه. لا، هو الأمر اللي ظهرناه في المقابلة الثانية. نعم. مقابلة كوريا الجنوبية هي المقابلة التي ربما رجعت الأمل للمنتخب الجزائري للتأهل للدور الثاني، وأنت كنت أحد اللاعبين الذين سجلوا هدف أمام كوريا بعد فوز المنتخب الجزائري برباعية كاملة. كيف حسيت لما سجلت هذا الهدف؟ يعني إحساسك وأنت تسجل هذا الهدف في المونديال. إحساسي الخاص بأنه أولا فخر لي بالمشاركة أولا في المقابلة، وثانيا بالتسجيل بالألوان الوطنية. هذا فخر لي، كنت الاكشن تاع بعد الهدف تظهر باللي كنت سعيد جدا بتسجيل الهدف هذا، وخاصة انه كان الهدف الامان بالمناسبة المقابلة، الهدف الثاني واللي خلى الكوريين معنويا ينهارون. وهل كنتم تتوقعون أن يفوز المنتخب الجزائري بالرباعية؟ وللعلم أنه 4 أهداف لم يسجل أي فريق عربي خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم. هذا كنت نقول لك، مقابلة هذه المنافسة الثانية لكأس العالم مميزة وبالنتائج، وهذه من أحد النتائج أنه سجلنا 4 أهداف لأي فريق إفريقي أو عربي سجلها في نهائيات كأس. وهل يعود هذا إلى تغييرات التي أحدثها المدرب وحيد حلولزيت؟ 5 تغييرات، يعني كان بالنسبة لها رهان كبير. مقابلة كوريا كان فيها تغيير واحد، ونظن بالطبع تغييرات المدرب أتوا بثمارهم، وردة فعل اللاعبين أيضا هي اللي مدت القوة للفريق، وهي اللي بها قدرنا نصادفوا الفريق الخصم ونفوزوا بهم. يعني هذه التغييرات هل أحدثها وحيد حلولزيت أم أن كانت لديه ضغوطات، خصوصا أنه مثلا الهزيمة الأولى وانتقادات الشارع وحتى الصحافة للخطة التي انتهجها وحيد حلولزيت، كانت تغييرات ربما تحدث؟ كانت فيها تغييرات، ولكن ما يوصف تغييرات كبيرة ولا كثيرة، كانت تغييرات حتمية للمدرب التحظ لها، والحمد لله أتت بثمارها، وهذا هو الشيء المطلوب من المدرب. بعدها رفيق، كان لديكم لقاء مهم، لقاء فاصل مع المنتخب الروسي الذي يدربه الإيطالي كابيلو. أنت التقيت أيضا مع كابيلو كلاعب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، هو اسم كبير. كيف كنت تشوف المنتخب الروسي
خصوصا أنها مقابلة كانت لعبت على الأعصاب، ومقابلة كانت فاصلة للفريق سواء الفريق الروسي أم الفريق الجزائري. المقابلة كانت صعبة، خاصة أولا فريق روسيا فريق مكتمل. ثانيا ذات خبرة كبيرة بالنسبة لنهائية كأس العالم. وحتى في المناسبات الكبرى الفريق روسيا دائما حاضر. وثالثا أنه يمتلك مدرب اسمه كابيلو اللي معروف بالحنكة تاعو، ونظن باللي هذا الشيء كامل كنا واعيين به. وهذا ما خلى الفريق يركز أكثر في المقابلة هذه، وبأنها حتمية رسمية بأنها مقابلة كانت مقابلة جد خاصة ومصيرية. هذا ما خلى الفريق يلتحم في الفريق الجزائري. احنا كلاعبين خلانا متحدين ومركزين ورايحين باش نفوزوا. هل كنتوا تفكروا بالتعادل، الخروج بالتعادل، ام انه كان فوز، ام كيف يعني؟ الانطلاقه كانت اولا لازم علينا الفوز. ما تقدرش تبدا المقابله بالتفكير بالتعادل، ولا عندما تنطلق مقابله تلعب مقابله تخمم للفوز. الحمد لله على كل حال التعادل كان يساعدنا، لكن اللاعب كان على الفوز. تعادل جاب ثماره وبها تأهلنا، واكيد وكان تأهل تاريخي. سوف نواصل هذا اللقاء. مدافع المنتخب الجزائري رفيق حليش كنت، سوف نعود لكن بعد فاصل قصير، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء الأسبوع الذي نستضيف من خلاله مدافع المنتخب الجزائري رفيق حليش للحديث عن مشاركته في مونديال البرازيل 2014. رفيق، توقفنا بعد تأهل الجزائر التاريخي للدور الثاني، إنجاز كبير ربما ألهب الجزائريين وأخرجهم إلى الشوارع. نبدأ بالمقابلة الأخرى، هي مقابلة ألمانيا، مقابلة كان لها طابع خاص خصوصا أمام ربما جانب تاريخي، لأنه الجزائر التقت مع ألمانيا في مونديال إسبانيا عام 1982 وخرجت بسبب المؤامرة الشهيرة. كيف كنتوا أنتم كلاعبين عشتوا هذه يعني الجانب التاريخي تاع المقابل؟ ألمانيا منتخب كبير. نظن بلي هذا التفكير هذا كان واقع في الصحف، هذا ما كان. وإحنا كلاعبين ما خممناش هذا الأمر. بالطبع كان لنا آثار هدايات، تحدثنا بلي أن مقابلة عادت ولكن ما كانتش، ما خممناش في أمر طائر ولا أمر مصير. هي بالنسبة لنا كانت مقابلة اللي تسمح لنا للتأهل تاريخي آخر إلى ربع النهائي وفقط. وكيف حكينا على المقابلة؟ يعني مقابلة صمد المنتخب الجزائري أكثر من 120 دقيقة. هل كان المنتخب الجزائري قادر على الفوز على ألمانيا والذهاب بعيدا؟ كنا قادرين. واحد اللي كيعاود يشوف المقابلة يشوف بلي الفريق الجزائري كان له فرص سمح للتهديف. قمنا بلعب مقابلة جميلة جدا مع فريق قوي، وبالطبع كنا قادرين نقوم بالمفاجأة والفوز بالفريق الألماني. ولكن أنا بالنسبة لي نظن بأن نقص الخبرة وحنكة لاعبين ألمانيا والخبرة تاعهم هما اللي خلاهم يفوزوا بالمقابلة. نعم، حتى هناك بعض اللاعبين بدأ عليهم الإرهاق ربما حتى بدنيا، يعني الألمان صمدوا أكثر مع وطبعا هذا أمر إذا يشير كانت برتم عالي، وكانت مقابلة جد الريتم جد عالي ومقابلة قوية جدا من الطرفين، وبان الإرهاق من جهة من طرف ألمانيا وكما من طرف الجزائر.
ونظن بلي أن الجزائريين كامل كانوا استفخروا بهذه المقابلة اللي قمنا بها مع ألمانيا، وحتى العالم كامل انبهر بهذه المقابلة. صار أمام مقابلة ألمانيا جرت في شهر رمضان وحدث جدل كبير حول صيام اللاعبين أو من عدمهم. هل رفيق حليش كان صائم في هذه المقابلة، وهل اللاعبين أفطروا أو لا؟ يعني حابين نعرفوا. أنا في هذه النقطة هذه نقول كما قلت من قبل، في اللاعبين كان في الفريق كان لاعبين كانوا صايمين وكان لاعبين ما كانوش صايمين. وهل أثر يعني في الناس صايمين؟ لا أظن الناس اللي كانوا صايمين ادوا مقابلة في القمة وما كانش فيها أثر، وحتى من اللي كانوا مش صايمين ادوا. نظن الفريق كامل ادى في مقابلة في القمة، والصيام اللي كانوا صايمين ما أثرش فيهم ما نظنش. نعم. بعد العودة إلى الجزائر حظيتم باستقبال جماهيري ورسمي كبير جدا، وأجابت الحافلة المكشوفة التي كانت تقلكم في شوارع العاصمة. كيف كان إحساسكم أنتم اللاعبين؟ يعني الحديث والشارع الشعب الجزائري كله خرج لاستقبال محاربي الصحراء. هذا فخر لنا، هذا يبرهن بأن قمنا بمنافسة في القمة، أن المشاركة تاعنا في المونديال الأخير ما كانش كان مقبول من الشعب الجزائري، وبلي فرحوا بالنتائج وبهذا التأهل هذا التاريخي. وهذا هو الهدف الرئيسي للمنتخب الجزائري والمنتخب الوطني، هو إفراح ويدخل السرور في قلوب الشعب الجزائري. نعم. المدرب وحيد حلولزيد فضل مغادرة المنتخب الجزائري إلى البطولة التركية. كيف ترى في هذا القرار رفيق حليش؟ وهذا المدرب الذي بقي على رأس المنتخب الجزائري 3 سنوات استطاع تحقيق إنجازات للمنتخب الجزائري، من بينها التأهل للدور الثاني. المنتخب الجزائري الآن يحتل المرتبة 13 في ترتيب الفرق العالمية. المدرب هذا مد الكثير للفريق ونتائجه تتحدث عنه، ونتمنى له المشوار كروي زاهر في المستقبل الشخصي. يعني ما هي ميزة هذا المدرب وأنت ممكن 3 سنوات؟ يعني ميزة المدرب هذا مقارنة بالمدربين السابقين وأنت سبق لك كنت هو مدرب ذات شخصية يحب الفوز ويعمل مجتهدا للفوز، وهذا هو الشيء اللي الآن الجماهير تطالب المنتخب الجزائري هذه المرة بالفوز بكأس إفريقيا بالمغرب. كان يعني الآن سقف مطالب الجماهير ارتفعت بعد التأهل التاريخي. الآن هل ترى بأن هذه مسؤولية كبيرة تنتظركم الآن؟ بالطبع هي مسؤولية كبيرة وصعيبة جدا لأن كرة القدم الإفريقية تختلف عن العالمية، ولكن عندنا فرقة بالطبع راح تجتهد وتعمل كاع بوسعها باش لما الفوز بهذا اللقب هذا الغالي في قلوب الجزائريين. ولكن الأمر ما راحش يكون سهل، وهذا ما كان. حنا الأمر نوعدوهم باللي راح نمدوا كاع اللي علينا وإن شاء الله باش نفرحوهم باش نجيبوا هذا، ولكن الأمر صعب جدا. سؤال الأخير، هل ترى بأن اللاعب المحلي كانت له بصمة في مونديال البرازيل، خصوصا أن الأهداف جاءت من طرف رفيق حليش هو لاعب سابق للنصر حسين داي، إسلام سليماني؟ إلى متى يمكن أن نرى مثلا اللاعب المحلي يكون له دور مهم في المنتخب الوطني؟ بالطبع الأمر هذا ظاهر للجميع أنه الفريق الوطني ما يقدرش يستغنى عن اللاعب المحلي، وأمر شوهد في المقابلات الفارطة، ونتمنى بلي يكونوا فيها لاعبين آخرين محليين راح يلتحقوا بالفريق ويمدوا الإضافة. وهذا ما يمنعش بأن اللاعب المتغرب أيضا عنده روح وطنية كبيرة، وأيضا يلعب الألوان الوطنية. المدافع الجزائري رفيق حليش، شكرا جزيلا لك. كنت معنا في لقاء الأسبوع على قنوات بين سبورتس. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد أنهينا هذا الحوار. ألقاكم في حوارات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.